والله الحمد لله رب العالمين. انت بخير؟ الكابا موصلي عليهم انت. والله قوة فريق شباباتنا منذ زمان يعني طويل، هو قوته في مسيره وفي محيطه. نظن يعني بعد الازمه الكثيفه اللي مرت على فريق شباباتنا عرف كيف يخرج منها ويخرج منها منتصر، وما كانش فيها منهزم. المنتصر الوحيد هو الكاب. مبادره طيبه من رئيس البلديه رفعت معنويات المسيرين، رفعت معنويات اللاعبين. ان شاء الله يعني تتحقق بنتيجه ايجابيه في المباراه القادمه. اول شيء قبل ما نبداو، قبل ما نتكلموا، قبل ما نتعشاو، نطلب من الشيخ بو عراطه يجيني لهنا، هو استاذي فاضل، ونطلب من بهلول يجيني هنايا. هيا بهلول ابو عراطه. هيا الشيخ ربينا السلام عليكم. اولا نرحب بالشيخ رئيس بلديتنا الشيخ كريم معروف، ونشكرك باسم اسره شباباتنا بكل فئاتها، الطاقم الاداري والطاقم الفني واللاعبين. اسره شباباتنا كانت انصارها وكلها. نحييك على هذه المبادره الرائعه والطيبه اللي جات في وقت مهم جدا، وهي تعبر على كرم الرجال. وحنا ثاني راح نكرموك بهذا الشعار النادي هذا اللي ان شاء الله يزين ايامك ان شاء الله. ان شاء الله حاجه جديده تواجد مع أسرة شباباتنا من مدربين ولاعبين ومسيرين. نقول حاجة واحدة برك، الآن راكم بديتوا انتوما تكتبوا أسماءكم من ذهب في صحيفة القسم الوطني الأول. إن شاء الله الصعود راح يكون في متناول شباباتنا. هذا الفريق العريق اللي منذ 1932 إلى يومنا هذا وهو يكادح برجاله وأبنائه. أنا نقول لكم كلمة ومعروف عليا في بيتنا، إذا إن شاء الله السنة وكتب ربي الصعود لشباباتنا، انتظروا مني مفاجأة كبيرة وكبيرة جدا. أنا متأكد أنه ما سبقنيش لها رئيس بلدية بالجزائر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي المصطفى الكريم. في البداية أنا شاكر الأخ رئيس بلدية باتنا على تكريمه وإشرافه على هذا الحفل المتواضع على شرف فريق شباب أوراس باتنا. هذا الفريق العريق، فريق يعتبر من الفرق العريقة ذو تاريخ وذو ماضي، وفي نفس الوقت أشكر كل الطاقم الفني وكل اللاعبين والمسيرين. وأنا جد مسرور بوجود اليوم أحد أعمدة كرة القدم على المستوى الوطني، الأخ المجاهد سي رشيد بو عبد الله، تشجيعا ومناصرة لهذا الفريق.